بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين عليهم رضوان الله، وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم أتم التسليم وأزكاه. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اهدنا جميعا ويسر أمرنا جميعا يا رب العالمين. إخواتنا وأحبتنا في الله، بداية أحب أن أقول لكم كل عام أنتم بخير، وكل عام أنتم في يسر وصحة وسعادة، اللهم آمين. وكل عام ومصر وسائر بلاد المسلمين في أمن وأمان وطمأنينة واطمئنان ورخاء وسخاء يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين. في الحقيقة أنا كان المفروض إن أنا طالع أهني بعيد الفطر المبارك، ولكن يعني ما كنتش ناوي أتكلم في أي موضوع، إلا إن طبعا حصلت فاجعة كبيرة جدا، وحصل شيء مشين جدا ومخالف لكل العقائد السماوية، ولا يرضاه الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، ألا وهو وجود طفل ملقى على باب مسجد. هي مش حادثة جديدة من نوعها، لكن كلما تكررت كلما أيقنا أن الوضع خطير. يعني كل ما يتكرر الموضوع ده، نعرف على طول ان الوضع خطير جدا 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 جدا، وان كتير من المثل والقيم والمبادئ تهدم واحده تلو الاخرى، وعدم الالتزام بتعاليم الدين الحنيف في تناقص في تناقص في تناقص مستمر. كنا منذ أيام قليلة كنا يعني نتضرع إلى الله وخاشعين لله وصدورنا منشرحة، ونذهب إلى المساجد ونقرأ القرآن. ولكن حينما تستيقظ على مثل هذه الجرائم البشعة، تعلم أن القلب يعتصر حزنا وألما على هذه الأمة التي يعني أوشكت أن تنهي نفسها بأيديها. يا عمي، طب ما هي دي مش أول مرة، وده منذ قديم الأزل. طيب ما هو ماشي، بس طالما بتظهر اعرف إن في شيء غلط، في أشياء غلط لابد إنها تتعالج. أنت عارف الجريمة اللي حصلت ديت، يعني الست والراجل اللي عملوا المصيبة دي، بصراحة مصيبة فعلا. ارتكبوا خطأين: جريمة زنا وجريمة قتل نفس. ما هو رميه للواد ده معناها انه خلاص عايزه يقتل كده، يقتل، مش بتاعه. رماه كده، رماه. وبرضه اتفاجئنا بيقول لك في بلد تانية على طريق الوراك تقريبا، والله اعلم، انفجار كيس اسمر، قصر دهس سياره عليه، وبناء على كده بيفتحوا الكيس لقوا فيه طفل بيتحرك، مات، انفجر بسبب جريمه بشعاء، وهي التي نهى عنها الدين، وهي جريمه الزنا. ده يجرنا ان احنا نعرف اسباب جرائم الزنا، مش نبرر له، نعرف اسباب المشكله ونعالجها. اول حاجه، عندنا مثلا اتجهت اصابع الاتهام الى المغتربين في البلد. يعني هل معنى ان بتوع البلد كلك شرفاء وكلك ما يطلعش منهم الكلام ده ما ينفعش ان احنا نلقي التهم على طائفه معينه او على جهه معينه بعينها. ما ينفعش ان احنا نقول عشان مغترب يبقى احنا نحط عليه الاصابع ده. بناء عليه عندك دليل ان حد من المغتربين عملها؟ طب ع- طب 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 لو طب لو عند لو ما- طب هل انت ما تتوقعش انها تحصل من اهل البلد نفسهم؟ ليه تحصل ونص والثلاث ارباع؟ دي بالناحيه. يبقى احنا نتكلم بالعموم. المفروض يا جماعه، يعني انا بصراحه بناشد الجهات الامنيه انها تهتم بالموضوع ده وتبحث فيه وكأنه جريمة قتل نفس، ومحاولة معرفة المرتكبين لهذه الجريمة حتى يكونوا عبرة للناس، حتى يكونوا عبرة للناس. يا جماعة، هو ربنا سبحانه وتعالى حرم من ضمن
من احد اسباب او ركائز تحريم الزنا وهي ضياع الانساب. ضياع الانساب. يا فرحتي انه بعد كده حد هياخده ويربيه، يا سلام، هي كده حل المشكله، اتحلت؟ لا، المشكله ما اتحلتش. المشكله زادت تعقيد. المشكله انك انت ان في طفل، مهما كنت انت تحنو عليه، ومهما كنت انك انت الا ان نسبه ضاع. نسبه ضاع، مش معروف له اب وام مهما كنت انت حنين عليه او انت حنينه عليه. ماشي، جزاكم الله كل خير، لكن هو ده مش ده حل المشكله. حل المشكله ان احنا نبحث ونشوف مين اللي عمل الكلام ده، ويكون عبره للناس كلها، ولا حرج في ده ولا حرج في ده. يعني ستر ايه اللي بنتكلم عنه لما واحده تيجي ترمي ابنها، ابن زنا، ابن لقيط. لكن ده هو ذنبه ايه الطفل؟ ذنبه ايه الطفل يتحمل غلطتك انت؟ غلطتك انت يا ستي، وغلطه الراجل اللي هو ليس انتم الاثنين فاقدين الدين وفاقدين مخافه الله. يعني انا مش عارف، يعني انت كنت حلوه وانت بتاخدي متعتك، ودلوقتي تاذي غيرك، اتحولتي تاذي غيرك اللي هو ربنا سبحانه وتعالى حرم، حتى لو كان ابن زنا حرم انه يتقتل. ربنا حرم انه يتقتل. دي نفس. انت بتتكلمي في ايه؟ بتتكلمي انك انت رميتيه. هو انت فكرك كده رميتيه خليتي ذنبه؟ لا والله، وفلان خده ورباه، يا سلام. هل انت هتتشالي من ذنبه؟ طب ماشي، الزنا ممكن تتوبي منه وتقلعي عنه. طب والذنب ده، الطفل ده مش ليه حاج عندك؟ مش حاج غير؟ مش هيقف قدام يوم القيامه وربنا سبحانه وتعالى يقتص منك وممكن ويحدفك في النار؟ انت واللي عمل العمله السوداء دي. انا بقول انت ليه؟ لان الست يا جماعه اساس المشكله. اساس المشكله. يعني دي اساس المشكله. دي اساس المشكله الست. لان ما فيش راجل هيجرب لواحده ست بدون رضاها. من الاخر، ما فيش واحد هيجرب لواحده ست بدون رضاها، وفي الاخر تعملي العمله السوداء المنيله بنيله دي وتروح تحطيه على قارعه الطريق او قدام باب مسجد. وقبل كده نشوف مش عارف مين كلب يعني سبحان الله، يعني ياكل في طفل من ده. ده اسمه كلام؟ ده اسمه كلام يا جماعه؟ الفكره مش ان احنا خلاص خدنا الولد وهنربيه، لا مش كده بس. لازم الجهات الامنيه، انا ارشدها بشكل شخصي. يعني ارجوكم تعقبوا الكاميرات، اسالوا مين، يعني شوفوا الروشتات اللي كان معاها، شوفوا الادويه، شوفوا المكان لحد ما توصلوا للدكتور، والدكتور يوصلكم للكلام ده. والمفروض الدكتور ياخد بيانات الناس اللي هي رايحه تعمل ولاده، حتى لو كان ابوه واسره، مش يولد ويمشي كده وخلاص. لا، ياخد بياناتي معاه، وبيانات الام بطاقتها وبطاقتها لازم تكون عنده موجوده. الثقه مش كفايه. الثقه اللحظيه دي مش كفايه يا جماعه، عشان ما نضيعش قيم ومبادئ راحت من الامه. يعني انا مش عارف، يعني سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يسلمنا وينجينا من الفتن الموجوده دي، لان دي مشكله بصراحه. يعني دي مشكله. يعني اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان ينتقم من هذه السيده وهذا الرجل بذنب الطفل. مش يعني انت ممكن تتوب، لكن فين حق الطفل ده؟ حقه فين ده؟ هو يعني عشان هو مش معقود، مش جاي بعقد، ملوش حق الحياه؟ لا، ليه حق الحياه. ازاي يا جماعه كده؟ ازاي نفس بشريه خلقها الله سبحانه وتعالى تترمي بالشكل ده؟ اهون عليك انك تعترف وتروح للجهات الامنيه وتقول لهم انا حصل مني كذا كذا كذا، وفلان هو اللي عمل، وحلوا لي المشكله ديت، وتطلقي من جوزك ما فيهاش مشكله. انما تعملي عملتك وبعدين تداري كمان، وبعدين تقتلي النفس. ده انت ست مش امينه اصلا على جوزك الاولاني، او على حياه الناس. انت ست مش امينه خالص، وانت انسان سافل يا اللي عملت كده. انت انسان سافل. يا ريت الفيديو ده يلف كتير يا جماعه، خلي الناس تسمع. يمكن تسمع هذه السيده، تسمع، او الراجل ده يسمع عن حكايه الطفل ده، ويرق قلبه ويعترف بيه. هو انا مشكلتي في تربيته؟ ما اي حد ممكن ياخده ويربيه، لكن نسبه فين؟ حقه في الحياه راح فين؟
انت النهار ما كنت بترميه معناها انك بتموتيه، ما فيهاش كلام. انت بترميه معناها بتموتيه، ما فيهاش كلام، يبقى قتل نفس ده. وده لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه عودوا الى تعاليم دينكم، عودوا الى التعليم الديني. احنا كنا في رمضان يعني حلوين وخاشعين وبنعيط وبنبكي، وفي الاخر نطلع نتفاجئ بالقصه المشينه دي. يعني اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يفقهنا في امر ديننا يا رب العالمين. وده دور المساجد، المفروض يا جماعه يشتغل. المفروض الاوقاف عامله دروس للكلام، دروس كل اسبوعيه. اعتقد ان مفيش كده، مفيش وعي، مفيش تثقيف، مفيش وعظ كده. كده مفيش وعظ يا جماعه، كده مفيش وعظ، كده احنا بنرجع لورا، كده احنا بنبنيش بلد، احنا بنهد في البلد، كده احنا بنهد في البلد وبنهد في نفسنا. لازم نلتزم بقواعد الدين والقانون، الاثنين في نفس الوقت. سبحان الله. كلمة أخيرة أحب أن أشيد بها لكل من صام رمضان وقام رمضان. أهنئكم بهذا تقبل الله منا ومنكم. وأشيد بالسيدات الفضليات اللي كانت عاملة ازدحام كبير في المساجد أكتر منها من الرجال. أقول لكم، وكانوا طبعا بيعدوا الطعام في البيوت، وكمان شغالين شغلهم. أقول لكم جزاكم الله كل خير، وتاب الله علي وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.